مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حبة طبطبة. ما تزرعش في أرض بور، ما تزرعش في أرض ما بتنبتش وبعدين تشتكي إنك ما حصدتش. ما تزرعش في أرض بور وتيجي تستغرب ليه الزرع ما طلعش، ليه الحب ما كملش، ليه التعب ما جابش نتيجة. إحنا ساعات بنحب ندي ونراعي ونزرع في أرض مش بترد الجميل، وبعد وقت نتفاجئ إن مفيش ثمار، مفيش تقدير، مفيش نتيجة، ونسأل ليه؟ بس الحقيقة الأرض من البداية كانت بور، مفيهاش قابلية للخير ولا ليها نية للرد. في حياتنا بنقابل ناس، أماكن، شغل، علاقات، نحاول ونتعب وندي من قلبنا، بس مش كل أرض تنفع تزرع فيها. ولو زرعت في أرض مش صالحة ما تلومش الزرع لو ما طرحش وإداك زرع جميل. طب أعمل إيه؟ وإيه الحل؟ ما تزرعش في أرض بور وتيجي تقول ليه ما طرحتش. في ناس مهما زرعت فيهم خير بيرجعوا لك بحجر. مش كل أرض تنفع للزراعة، مش كل قلب يستاهل عطائك. اختار أرضك قبل ما تختار الزرع علشان مجهودك ما يروحش على الفاضي. النية الطيبة محتاجة بيئة طيبة علشان تطلع زرع نضيف. ساعات الانسحاب مش قسوة، دي طبطبة على نفسك. خلي في قلبك حبة طبطبة، بس كمان خليه يعرف امتى ينسحب عشان يفضل فيه خير يزرعه في مكان يستاهل، مكان تاني يكون أفضل. راجع نيتك، بس ما تعلقهاش بشخص مش بيقدرك أو بيشوف لك الخير. اعمل خيرك من قلبك بس مش لأي حد. اعرف الفرق بين الكرم والاستنزاف. لاحظ رد الفعل مش الكلام. الناس اللي تستاهل تبان في وقت الجد مش وقت الراحة بس. قيم العلاقة من وقت لوقت. اسأل نفسك العلاقة دي بتضيف لي ولا بتسحب مني؟ لو لقيت نفسك بتتألم أكتر ما بتتساعد لازم تقف. اتعلم تقول لأ. مش كل الناس لازم تفضل موجودة في دايرتك. الانسحاب أوقات بيكون صحي أكتر من الاستمرار. وجه طاقتك لنفسك. لو صرفت نفس المجهود اللي كنت بتبذله لناس ما قدروش، غيره وطور بيه نفسك. هتتغير حياتك 180 درجة. مش كل أرض تنفع تزرع فيها بذرة طيبة. في ناس مش بتثمر مهما رويتها حب واهتمام، بس في نفسك لو رويتها طبطبة وتقدير هتطرح راحة وسلام وأمان. قولولي، عمركم حسيتوا إنكم زرعتوا في أرض غلط؟ وإيه اللي اتعلمتوه من التجربة دي؟ خلي في قلبك حبة طبطبة بس وزعها على اللي يستاهل، اللي لما تزرع فيه تلاقي ورد مش شوك. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. أشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله مع طبطبة جديدة في حبة طبطبة.